انا مقتنع جدا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فلما اجي اقول لك النهارده لم عيالك من الشارع علشان امبارح في عيل لسه ما لقاهوش لغايه النهارده والله اعلم راح فين، عنده 9 سنين. ما هو في الاخر انت لو مش موجود الست اللي انت اخترتها تبقى ام عيالك فين؟ قاعده على الموبايل، قاعده قدام المسلسلات التركي، والعيل بيلعب في الشارع. لا، امان امان امان. بقول لكم في اكتر من 30 مليون لاجئ في مصر، افارقه ما نعرفش اصلهم ولا فصلهم، وفي منهم بياكل العيال الصغيره. اكيد، ما هي افريقيا الوسطى في منها ناس بتاكل عيال، بياكلوا بني ادمين، اكل لحوم بشر موجود. اذا كان ده حصل في جزيره ابستين مش هيحصل في افريقيا الجعانه؟ فخطف العيال ما هوش عشان الاعضاء ولا علشان التسول ولا علشان ده النهارده كمان بقى مام. تخيل ابنك بقى يتحط في الفرن ويطلع كده محشي زي العيال اللي شفناها بتوع ابستين، وانت ابنك سايبه في الشارع. ما هو مش هياكل راجل كبير، هو هياكل عيل صغير كده، وزوز يعني. مش عارف بيسموا الخروف اوزي. اه، عيلك هيبقى اوزي في الفرن محشي. ارجعوا كده للصور بتاعت ابستين، شوفوا العيال اللي كانوا بياكلوها هناك في ابستين. امال بقى في جنوب افريقيا؟ والله انا تعبت، انا تعبت، سواء في الكلام مع الناس على حماية عيالها وبيوتها وازاي تعمل وازاي، سواء في موضوع اللاجئين وبقول للمصريين اتحركوا ومفيش حد عايز يتحرك، وبعدين عمالين نصوت ويا لهوي ابني راح فين، يا لهوي الحكومة مليانة لاجئين، يا لهوي احنا هنعمل ايه بكرة. هو احنا ما نعرفش حاجة غير ان احنا نصوت ونولول ولا ايه؟ ايه يا جدعان، هو ايه اللي حصل في المصريين؟ هو ايه اللي حصل في المصريين؟ هو ايه اللي حصل في ديننا؟ يعني من رأى منكم منكرا فليغيره. اذا كان المنكر جوه بيتك وانت مش عارف تغيره بايدك، يعني جوه بيتك ومش عارف تغيره بايدك، هتعرف تغير اللي بره بيتك؟ لو كلامي غلط حد يقول لي انا كلامي غلط. اذا كنت يعني هي للدرجه دي كلمه ذكر وراجل اختفت من مجتمعنا المصري. علشان كده الريس معتمد على الستات، دايما يقول لك الست المصريه الست المصريه الست المصريه، يبقى عنده حق، يبقى عنده حق ان هو معتمد على الست المصريه. ليه؟ عشان ما فيش رجاله، خلاص الرجاله ماتت في الحرب في 73. فلما بنشوف العيال دي في الشارع يعني ما فيش راجل في البيت. انا مش هتكلم بقى على ماما، لان ماما مهما كانت انثى فهي ضعيفه. العيل كبر 15 و18 سنه ما بقتش تقدر عليه. ابوك فين الذكر؟ فيجي واحد زيي قال له يا مباحث انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يتحبس ابنك. تقعد انت تعيط بقى، لان انا ابتديت اعمل ده. انا ما بقتش انصح. يعني العيال اللي بيقرفوني، العيال الكبيره قليله الادب والسفله، انا بقيت اتصل بالمباحث تيجي تلم. اخرها امبارح الفجر 10 12 عيل برضه في نفس السن قاعدين وعاملين دوشه لغايه قبل صلاه الفجر، وطبعا سكوت فالصوت بيسري. واتساب للمباحث جت لمتهم بس. فاحنا كلنا لازم نعمل ده. احمي بيتك. اصل انا مش بالليل، مش الصبح الساعه 8 هصحى على زعيق ابنك اللي مزوغ من المدرسه وهو اساسا بشخه وواقف بيشرب لي سجاره، وبالليل مش هعرف انام عشان الشحط ابنك سايب في الشارع وانت مش عارف تلمه يا دكر. وبعدين نرجع نقول العيال بتفشل، العيال بتتحبس، العيال المناهج والعيال. ما هو بسببك يا باشا. انت مش قاعد لي قدام الماتش على القهوه
اصل امك اسبانيه ولا ابوك طلياني، انا مش فاهم بالظبط ايه حكايه الماتشات اللي كل يوم كل يوم كل يوم دي. يعني بجد يعني الموضوع بقى سخيف. عموما الله كريم، اي حد عنده اي اسئله في اي حاجه، اي اسئله، يا رب كده كلامي يبقى مفيد للناس كلها، ويا رب نحافظ على عيالنا، لان الخطر بقى محاوطنا من كل جهه، حتى بقى جوه البيوت. تابعونا ان شاء الله في الحلقه الجايه من موضوع اللاجئين اللي بنتكلم فيه، وربنا يستر علينا الايام الجايه دي، علشان تطورات وحشه جدا، وربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر علينا وعلى عيالنا ويحفظ بلدنا.